جماعة إلى أو ناخد بنتكلم على أمريكا الجنوبية. المهم أمريكا الجنوبية دي برضو من ضمن القارات العالم الجديد. عايزين نتكلم برضو على أهم الجبال. يمكن على فكرة هي تضاريسها سهلة. قال لي هي الجبال الموجودة عندنا والله يا مستر جبال واحدة بس، وهي بتمتد في الغرب سلسلة متصلة برضو. قال لي أيوة. اسمها إيه؟ قال لي سلسلة جبال الإنديز. طب في حاجة في الشرق؟ قال لي لا. والله يكتر خيركم. ولو جينا برضو نشوف يا جماعة يمكن أو ما نتكلم الأول برضو عن نحاول نفتكر مع بعض اللي هي الموقع الجغرافي بتاعها. قلنا إن هو بيحدها من الشمال زي ما قلنا البحر الكاريبي، وهتلاقي هنا من الشرق المحيط الأطلنطي، ومن الغرب المحيط طب قلنا الجبال هي جبال الإنديز. دي سلاسل جبلية برضو يا جماعة متصلة عملاقة، خلاص قريبة طبعا، بتمتد من الشمال إلى الجنوب زي بالظبط زي سلاسل جبال روكي. بس الفرق إيه بقى يا جماعة؟ إن روكي بتوجد في أمريكا الشمالية، إنما جبال الإنديز بتوجد في أمريكا الجنوبية. فنخلي بالنا من النقطة دي كويس أوي 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 عشان كتير مننا بيتلخبطوا فيه. الجبال اللي في أمريكا الشمالية هي جبال روكي، إنما في أمريكا الجنوبية هي جبال الإنديز. طيب ده بالنسبة للجبال. طب في جبال في الشرق يا مستر؟ قال لي لا. هو الحمد لله يعني مريحني. قال لي جبال في الغرب بس، مش عايز يتعبنا يعني. طب يبقى إذا الجبال هي جبال الإنديز. خلاص. طيب بعد كده عايزين نتكلم على الهضاب. الهضاب قال لي ايوه. قال لي والله عندنا هضاب كتير، حوالي 3 هضاب يا جماعة. قال لي عندنا هضبة في الشمال هنا اسمها هضبة جيانا. هضبة جيانا. قال لي ايوه. دي موجودة فين هنا يا جماعة؟ في الشمال. اسمها ايه يا جماعة؟ هضبة جيانا. خلاص. طب ده فين حتة في الشمال الشرقي. قال لي يا مستر وفي الشرق اكبر الهضاب اسمها هضبة البرازيل. هنا هضبة ايه يا جماعة؟ هضبة البرازيل. يبقى هضبة جيانا في الشمال، وهضبة البرازيل في الشرق، وهضبة بيتاجونيا في الجنوب. في الجنوب هنا اسمها هضبة ايه يا جماعة؟ قال لي يا مستر اسمها هضبة بيتاجونيا. خلاص. قول لي اهم الهضاب تاني يا فادي لو سمحت. أهم هضاب في أمريكا الجنوبية هضبة جيانا في الشمال، هضبة البرازيل في الشرق، هضبة بتاجونيا في أقصى الجنوب. جميل أوي أوي، شكرا ليك يا فادي. يبقى 3 هضاب يا جماعة أهم. هضبة جيانا في الشمال، هضبة البرازيل، ودي أعلى ودي أكبر الهضاب يا جماعة، يعني أكثر الهضاب ارتفاعا. خلاص. وهضبة الأصغر برضو اللي هي الصغيرة اللي هي هضبة إيه؟ بيتاجونيا. يبقى إذا أهم الجبال هقول تاني. أهم الجبال جبال الإنديز دي في أقصى الغرب. إنما أهم الهضاب 3: هضبة جيانا في الشمال أو الشمال الشرقي، هضبة البرازيل في الشرق، هضبة بيتاجونيا في الجنوب. لو جيت أفتكر كده هضاب أمريكا الشمالية، ألاقي هضبة البرازيل في الشرق،
وهضبة المكسيك في الجنوب، وهضبة كولورادو وكولومبيا في الغرب. دايما كده يا جماعة وانت بتذاكر لازم يكون في نوع من المقارنة، وارسم الخريطة. مش شرط ان انا ارسمها تيبيكال، لا، ده انا ارسمها بايدي اي رسم كده، واحاول اوزع عليها جبال وهضاب وسهول. وقلنا ان اهم الجبال فيها جبال الانديز اللي تمتد في اقصى غرب القاره. الهضاب ثلاثه: هضبه جيانا في الشمال، هضبه البرازيل في الوسط او في الشرق اسف، هضبه بيتاجونيا في اقصى الجنوب. طيب عايزين نتكلم بقى بعد ما اتكلمت عن الجبال والهضاب، فاضل عندي السهول. قال عندي يا مستر السهول الفيضيه. خلينا اولا في السهول الساحليه. بتكلمنا عن الجبال والهضاب، اتفضل عندي السهول الساحليه، اللي هي يعني بمجرد النظر كده يا منى، هل أيهم أكثر اتساعا، السهول الممتدة على المحيط الأطلنطي أم المحيط الهادي؟ لا، اللي هي الأكثر اتساعا اللي هي على المحيط الأطلنطي. برافو عليك يا منى، الحي منى يا جماعة. فعلا السهول المنتشرة على المحيط الأطلنطي أكثر اتساعا، إنما المنتشرة على الساحل المحيط الهادي يا جماعة ضيقة، بالظبط بسبب اقتراب الجبال، زي بالظبط سواحل أمريكا الشمالية. يعني الاثنين عرفت هم الاثنين متشابهين في حاجة، إن سواحلهم الغربية الاثنين ضيقة بسبب وجود واقتراب الجبال. طب تعال نشوف السهول الفيضية. كلنا عارفين إن السهول الفيضية دي اللي هي منتشرة حوالين الأنهار. ايه اهم الانهار عندي؟ قال لي اهم واكبر نهر موجود في امريكا الجنوبية اسمها سهول نهر الامازون. سهول نهر الامازون، قال لي ايوه، ودي من اكبر الانهار الموجودة واوسع الانهار يا جماعة. اوسع سهول نهرية في العالم كلها هي سهول نهر الامازون. وعلى فكرة منطقة نهر الامازون دي بيمر فيها خط الاستواء، فعشان كده هي منطقة استوائية، فأمطاره طول السنة عندنا عامل زينا بالظبط كده في مصر، زي هضبة البحيرات الاستوائية اللي هي أنهارها موجودة طول السنة يا جماعة، أو أمطارها طول السنة عندنا في أفريقيا. هي برضو سهول الأمازون دي من أوسع الأنهار الموجودة في العالم كله. وعلشان كده برضو حاجة بتنمو فيها الغابات الاستوائية. ليه؟ ما ده سؤال برضو ممكن يجي لي، ليه اشمعنى الغابات الاستوائية؟ قال لي لأن سهول الأمازون دي يا جماعة بتوجد في نطاق الإقليم الاستوائي، أو بيمر فيها خط الاستواء، المناخ بقى اللي هنتكلم عليه المحاضرة الجاية. جميل جدا. قال لي برضو عندي نهر اسمه نهر ساو فرانسيسكو. نهر ايه يا جماعة؟ قال لي هنا في هضبة البرازيل، النهر ده اسمه ساو فرانسيسكو. نهر ساو فرانسيسكو ده حواليه برضو بعض السهول ايه الساحلية، طيب، او السهول الفيضية اسف. قال له في شمال هضبة جيانا نهر، هنا نهر اسمه نهر الاورينكو. نهر ايه يا جماعة؟ الاورينكو. خلاص يا جماعة، يبقى نهر الامازون ونهر الساو فرانسيسكو ونهر او السهول نهر ساو فرانسيسكو ونهر الاورينكو. طيب قال لي في سهول تانية يا جماعة اسمها سهول لابلاتا. ايه سهول لابلاتا دي يا فادي يا منى يا مريم؟ سهول لابلاتا دي يا جماعة نهرين اتنين، نهر اسمه باراجواي ونهر اسمه بارانا. الاتنين دول بيسموهم ايه؟ سهول نهر لابلاتا. سهول لابلاتا اللي هو نهرين اتنين، نهر بارانا ونهر باراجواي.
يبقى نهر بارانا ونهر باراجواي الاتنين بيسموهم ايه يا جماعة؟ سهول لابلاتا. خلاص. ودي موجودة فين؟ في أورجواي والأرجنتين، وبيسموها حتى سهول البمباس. يبقى نهر سهول لابلاتا، خليها على طول سهول لابلاتا، أو اسمها سهول البمباس. والسهول دي يا جماعة يمكن موجودة في الأرجنتين، وبيستخدموها في زراعة القمح ورعي الأغنام والأبقار. خلاص يا جماعة، يبقى دي أهم السهول الموجودة عندي في أمريكا الجنوبية. يبقى السهول الفيضية اللي هي حوالين الأنهار زي إيه يا مستر؟ قال لي سهول نهر الأورينكو دي في الشمال أهي، وسهول نهر ساو فرانسيسكو، والأهم طبعا المعلم الكبير هو نهر الأمازون. سهول نهر الأمازون اللي بيغطيها الغابة الاستوائية. وعندي سهول لابلاتا أو سهول البمباس اللي هو نهر بارانا ونهر باراجواي. قولهم لي تاني يا فادي لو سمحت، أهم السهول الفيضية الموجودة حوالين الأنهار في أمريكا الجنوبية. فادي. نهر ساو فرانسيسكو، ونهر الأمازون، ونهر لورينكو، اللي هي نهر لابلات. ماشي يا فادي، شكرا ليك. طيب يبقى إذن يا جماعة سهول نهر الأمازون وسهول نهر الأورينكو وسهول بارانا وباراجواي اللي هي بنسميها سهول لابلاتا أو سهول البمباس. خلاص يا جماعة، يبقى أنا كده اتكلمت على أهم الجبال اللي هو جبال الإنديز، أهم الهضاب هضبة جيانا وهضبة البرازيل وهضبة بيتاجونيا. أهم السهول الساحلية طبعا قلنا متسعة على المحيط الأطلنطي وضيقة على المحيط الهادي لوجود الجبال. أهم السهول الفيضية اللي بتوجد حوالين الأنهار زي سهول نهر الأمازون، ودي أوسع سهول نهرية في العالم كله، مش في أمريكا الجنوبية بس، لا في العالم كله. وقلت يا جماعة إنها بتمتاز برضو بوجود الغابات الاستوائية. وعندي سهول نهر الأورينكو ونهر ساو فرانسيسكو وسهول لابلاتا اللي هي سهول البمباس اللي هي نهري بارانا وباراجواي. طيب جميل جدا. لو فاهمين النقطة دي يا جماعة نعمل علامة صح لو سمحت. لو فاهمين القارة دي نعمل علامة صح.